نبتدي منين؟ نبتدي بمصدق. انا سمعت حضرتك في الانترو بتتكلم على مصدق. في موقف حصل في التدريب الاخير قبل ماتش زيسكو. انا بالنسبه لي كان غريب شويه. ايه هو؟ محمد اسماعيل كان مصاب. ايوه. وحتى التدريب الاخير محمد اسماعيل كان بالشبشب. بالشبشب اصلا يعني ما نزلش اصلا التدريبات الجماعيه بتاعت الفريق وما نزلش التدريب. كان واقف بره الملعب بيتفرج على التدريب، وبعد كده الراجل للاصابه ما شاركش في التدريب. ماشي. كانت المفاجاه بالنسبه لي ان هو دخل قائمه ماتش زيسكو، القائمه الاوليه بتاعت الماتش. الزمالك اعلن عنها، محمد اسماعيل موجود في القائمه الاوليه. ايوه. مصدق مش موجود. ماشي. انا في الملعب خلاص، انت في اللحظه دي في حاجه غلط يعني. هل اللاعب فنيا بره حسابات الجهاز الفني، ولا الزمالك خلاص شايف ان اللاعب هيفسخ كده كده فرمى فوتو فمش مشكله اللاعب انا مش هعتمد عليه ومش مش هيشارك كمان؟ مصدق بعد الفسخ هياخد عقده كله كامل. يعني اللي هو انت بتتكلم 250 اول سنه، 300 350. ايوه. ده الثلاث سنين اللي باقيين لمصدق. يعني حوالي بتتكلم في كام؟ 300 و 850 850 الف دولار. اول سنه 200 و 250 250 300 350. تمام. طيب وكان اول 900,000 دولار 6 شهور. كان راجل 100,000. فانت بتتكلم في حوالي مليون دولار. مليون دولار انت كنت ممكن تحل مشكله. طب سالت طب انتوا ليه يعني الفتره دي كلها اللاعب ما فيش حد كلمه ليه وما فيش حد تواصل معاه ليه؟ كانت الاجابه ما فيش فلوس. مصدق مش هيكون الاخير، او الانذارات اللي موجوده على نادي الزمالك مش الاخيره. في لاعب اتقدم بانذار تاني نادي الزمالك، عمر فرج. اتقدم بانذار، بس لحد دلوقتي لسه المهله ما خلصتش بتاعت عمر فرج. بس عمر فرج اتقدم بانذار لفسخ عقده مع نادي الزمالك ان هو ما خدش مستحقاته المتاخره. هل يتكرر سيناريو مصدق مع عمر فرج؟ نفس الوضع بالظبط، مع العلم ان عمر فرج يعني مصدق موجود وما بيلعبش. عمر فرج مش يعني انت موجود بس اسما على قائمه الزمالك. الراجل مش موجود وما بيلعبش وما تمش قيده اساسا، بخلاف ان النادي بتاعه ليه مليون دولار الزمالك ما سددش منهم حاجه. يعني انت بتتكلم عقد عمر فرج بخلاف العقد النادي السويدي نفسه. ايوه. فالموضوع الفتره اللي جايه يعني لو الزمالك يعني لو انت بتتكلم ان الناس هتغرق، لا احنا دخلنا مرحله الايه؟ الغرق خلاص. يعني الموضوع خلاص. جوه الزمالك صعب جدا. طب سالت قصه الزمالك دي كلها تتحل بكام؟ يعني الزمالك عايز كام دلوقتي يقدر تحل بقى مشاكلك بديونك بكل حاجه؟ بالظبط الرقم من 450 ل 500 مليون جنيه. بتتكلم في نص مليار جنيه. الزمالك محتاج الرقم ده يحل مشاكله بقى اللي هي مستحقات اللعيبه. ما تنساش يا كابتن، اللعيبه من الفلوس اللي الزمالك سددها خاصه بالسنه اللي فاتت. فلوس السنه دي ما حدش خد حاجه. يعني فلوس السنه الجديده ده بقى الازمه في اكتر في اللعيبه الجديده. اللعيبه اللي الزمالك لسه متعاقد معاها ما خدتش. اللعيبه القديمه ممكن تكون خدت فلوس السنه اللي فاتت. الجديده الاجانب خدوا دفعات بسيطه، لكن واحد زي مصدق ما خدش حاجه. ايوه. بناء على ذلك الراجل فسخ عقده. يانك فيرا من المواضيع اللي مضايقاني جدا جدا. يانك فيرا كان موجود كنت تديله 130,000 دولار، يعني خلاص هيتنازل عن 3 وياخد 5 شهور. الخمس شهور هيتقسطوا كمان. يعني كان المبلغ ممكن اللي ياخده 130,000 دولار وتعمل تسويه وديه معاه، والراجل ياخد شنطه وشنطته ويتكل على الله يسافر. دلوقتي عدت المهله، الانذار خلص بتاع يانك فيرا رسمي. خلص النهارده خلص. هيتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك ب 440,000 دولار، بخلاف ان انت ممكن تلاقي الزمالك انا بس اللي انا مش فاهمه هو الحاجه اللي انا مش قادر استوعبها ومش قادر افهمها. طب الزمالك عنده مشكله ماديه بهذا الشكل، اروح اجيب محلل اداء اجنبي واجيب مدرب حراس مرمى اجنبي واجيب دكتور اجنبي واجيب لعيبه اجانب محترفين كتير، انا ده مش قادر افهمه برضه. يعني انا اللي حضرتك بتقوله ده، امبارح كنت بكلم حد فقال لي بشكل واضح اللي احنا اتفقنا عليه او اللي احنا جايين عليه مش هو اللي موجود دلوقتي. يعني احنا كنا جايين على بلان مختلفه ماديا. طب ما انت لسه جايب محلل. لا انا بتكلم على ماديا المفروض في سيوله. السيوله دي مش موجوده دلوقتي. حلو. صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا متفقين على حاجه خلاص. الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها دي، جون ادوارد جاي بقى له قد ايه؟ موسم اهو. يعني قصدي بتتكلم داخل على سنه 6، بتتكلم في 6 داخل على 6 شهور مثلا. طيب انا شفت ان بقى لي اهو 3 يعني المشكله اللي فيها الزمالك الماديه دي بقى لها 3 4 شهور، مش لسه اول امبارح الصبح صح كده؟ طيب بقى 3 4 شهور اروح اجيب بارون اوتشنج واروح اجيب مخطط احمال واروح اجيب محلل اداء، حتى لو بياخدوا 2000 دولار بس في الاخر اكيد هياخدوا اكتر من المصري. هياخدوا اكتر من المصري والازمه كمان ان انت هم جم والمصري مش هيروح يشتكيك. ده لو ليه 500 دولار فكه هيروح يشتريه. السبب الرئيسي لما سالت برضه في القصه دي ليه الزمالك اختار دول بالتحديد، قالوا ان جون ادوارد هو اصلا
الثلاث محلل الاداء مخطط الاحمال ومدرب الحراس هو عارفهم بشكل شخصي واشتغلوا معاه قبل كده، او حتى محلل الاداء ما اشتغلش معاه بس الاثنين اشتغل معاهم. أيوة. فهو جاب الثلاثه دول على قناعه، لكن في الاخر مشكله ماليه انا بقول لحضرتك طاحنه لدرجه ان انت لحد دلوقتي مصدق موجود معاك وبيشارك في اخر التدريبه وانت مش عارف تديله فلوس، وهم كانوا عارفين ان اللعيب بالمناسبه هيفسخ وهيمشي، بس انا معيش فلوس ومعيش سيوله ماليه ان انا ادفع. زي انك في اللي قضيه انا بالنسبه لي بعد سنه مثلا ولا حاجه هنيجي نقول ان ال 130,000 دولار كنت ممكن ادفعهم. ما هو خلي بالك ممكن يكون بيلعب على كده ان هو بعد سنه فيحييك ويحيينا ربنا بقى بعد سنه. شوف 440 هيبقوا كام يعني نشوف الدنيا اذا كان ال 120 بتوع جوميز بقوا 106 بقوا 100 وعلى فكره الخمس قضايا اللي حضرتك بتقول مثلا 293 293 دي فكه. ايوه ما انا ده اللي بقوله. لا بمقارنه بالقضيتين اللي جايين. طبعا قضيه فرجاني رقم 500,000 دولار مش لك، انت بتتكلم في حوالي 650,000 دولار. بس فرجاني هيبقى فيها حكم نهائي واجب النفاذ. في ناس ربطت ان الحكم اللي طلع على الزمالك بتاع جروس ان هيبقى حتى لو الزمالك دفع كده لا الكلام ده غلط. فلما سالت قالوا قضيه حسام اشرف كانت تاديبيه ليه؟ لان كان في توقيعين لناديين، لكن ديت مستحقات ماليه بس.